www.sudanesesongs.net. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، مساء الخير ورمضان كريم. هذا السودان العظيم الذي رفع الله ذكره في العالمين لم يصنعه الأبطال والساسة والمفكرون وحدهم ولا الفنانون وحدهم. هنالك قطاع مهم جدا في سيرة صناعة هذا الاسم الكبير، الرياضيون الذين صنعوا السودان بعقولهم وأرواحهم وأنفسهم وأرجلهم. ولذلك في هذا المليون ميل مربع لهم ذكرى ومجد ودوي. وهذه السهرة صنعت خصيصا لكي تسهر أم درمان أولا ما بين الموردة والعرض شمال والعرض جنوب، ويسهر السودان كله، لأنه من هنا أشرقت الشمس. وأنا في غاية الاحتفاء والسعادة والشعور بالاطمئنان والعودة إلى ذلك الزمن الجميل أن يكون معنا مجموعة من درار الكرة السودانية يتقدمهم رجل الملاعب الكبير الذي كتب اسمه من نور، الأستاذ اللاعب والرياضي ورجل المجتمع الفز الأستاذ عمر التوم. وتكتمل سعادتي باللاعب الكبير الذي رسم اسمه في الساحة السودانية والعربية والعالمية. والليلة الهلالاب موعودون بالسهر حتى الصباح مع تلك الذكريات التي لا تموت. أنا سعيد أن يكون واسطة العقد الماسي الأستاذ اللاعب والإداري والمدرب والصحفي، واحد أبطال كأس أفريقيا الذي جعل السودان آنذاك على قمة الكرة الأفريقية والعربية، وكتب اسمه أيضا من نور في صفحات الذكرى العالمية للكرة. طبعا الدهشة علت الجميع. أنا في حضرة الأستاذ نصر الدين عباس جكسة، وأيضا لا يكتمل العقد الثالث إلا بفريق المريخ، هذه الأنجم البعيدة القريبة التي تملأ الدنيا وتشغل الناس، الأستاذ بشرى وهبة. وبشرى وهبة لاعب من حينما كانت للكرة السودانية شنة ورنة، مش كده؟ وفوق ذلك هو من بيت فن، والفنون دائما لا تقتسم، هي كم واحد وكيف واحد. هو الذي وثق أبو صلاح لأبيه، أول عازف كورديون في تاريخ الموسيقى السودانية، وهبة بمزيك تتحكر كم أطرب عقولنا وأسكرة. عمر، أنت البداية الجميلة في تاريخ كرة أم درمان وكرة السودان. أنا عايز، وأنت محاسب، ما أظنك يعني المذاكرة بتفوتك يعني. أنا عايز اليوم الأول في الموردة والمباراة الأولى في الموردة والتيم الذي لعب معه عمر التوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الشهر العظيم الذي تتجه فيه قلوبنا إلى المولى عز وجل،
وهنئ كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول الشهر العظيم، وأتمنى أن يعم السلام والوحدة والوئام لوطننا الحبيب. الله يبارك فيك يا رب. أول يوم كان في تسجيلات 57 58. أول أنا ما لعبت في تيم غير الموردة، يعني المدرسة أجبال الموردة إلى الموردة، ما لعبت في تيم درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ثالثة ولا رابعة. في ذلك الوقت كان عمري 16 سنة. يا سلام. سجلت للموردة 1957 شهر 11. أول مباراة كانت مباراة ودية مع النيل الخرطوم، سجلت أول إصابة. يا سلام. أول مباراة في الدوري كانت مع الهلال 2-1، سجلت أول إصابة. والإصابة الثانية سجلها عثمان الدين في فيصل السيد. دي أول مباراة للدوري كانت مع الهلال. تيمكم كان منه؟ التيم ذات في الوقت ذاك كان الجون بتاعنا فضل بريمة، الباكات علي زيد أحمد والكباكة، نور الجليل، عثمان رابح، عمر عثمان رحمه الله، وعصمت أبو جبل رحمه الله، ود الزبير أطال الله في عمره، عمر التوم، خاتم إدريس رحمه الله، بكر عثمان. يا سلام. اتقدمت الامور نحن اصله يمكن 13 لاعب لعبنا 10 سنين. انت قبل قلت انا من اشبال الموردة الى الموردة. اشبال الموردة الى الموردة. ما في خيار؟ ما كان في خيار ولا دي من المقدسات؟ ما في خيار. انا بالرغم انه في ذلك الوقت كان حيتهم اخوي سكرتير نادي المريخ، ابدا ما سر علي. كانت رغبه لانه كنت بلعب كنت في اشبال الموردة، كانت رغبه مني، ولو انه عارض شويه انه انا لسه في المدرسه ما حق والعب، تدخل والدي حسم المسألة. حسب النزل. لو قلنا السؤال ده لاخونا نصر الدين عباس جكسة، اول يوم في نادي الهلال، اول مباراة والتيم الذي لعب معه جكسة آنذاك. والله يا استاذ حسين، اول حاجه في البدايه أقول لكل المشاهدين في كل أنحاء السودان رمضان كريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدوم السلام والأمن في ربوع السودان الحبيب، ويعيد العافية للكرة السودانية. الحمد لله، ويعيد الكرة العافية، والحمد لله الكرة العافية في الكرة الموجودة، لكن إن شاء الله يكون في تنظيم. العافية درجات. العافية درجات. ونحن الحقيقة سعيدين جدا نكون في استضافتكم الكريمة، أنا والأخ عمر التوم والأخ بشرى، وسعيدين نكون معكم في هذه الأمسية الطيبة في شهر المبارك. الحقيقة الله يبارك فيك. الحقيقة يعني امتداد لكلام كابتن عمر، والحقيقة أنا بحتز بعمر كبير باعتبار مش لأنه أكبر مني، هو أكبر مني في شهور، لكن سبقني في الملاعب. نعم. الحقيقة أنا ما أذكر أنه يعني بعض الإرهاصات الكثيرة حصلت أنه حيسجلني الهلال، حيسجلني المريخ، حسجل في الموردة. الحقيقة كان في إرهاصات كثيرة بالشكل ده، لكن في النهاية أنا حسمت موضوعي، مضيت في فريق الهلال عن رغبة أكيدة وعن إقناع أكيد. ومتذكر أول مباراة يعني كانت في سد درمان، يعني المريخاب ما يطمعوا والله. والحقيقة اعتذر للمريخاب لأنه الحقيقة تمرنت مع المريخاب وتمرنت في العرضة الجنوب، والحقيقة أنا سعيد بهم لأنهم فعلا عنصر مكمل. وذاتهم المريخاب سعداء إنك مشيت الهلال لأنه صلحت الكفتين. كان بيعرف في السلع كان بيعرف السلع. أول حاجة طبعا في حاجات يعني كثيرة حصلت في النادي، لكن تحديد السؤال هو طبعا أنا أول مباراة لعبتها كانت الهلال ضد التحرير في دار رياض درمان، وحقيقة حرزت أول هدف اللي كان مع فريق الهلال ضد فريق التحرير زي عمر. وبعدين بالتالي المباراة الثانية كانت برضه ضد النيل، وبرضه أحرزت برضه ودي أحرزت فيها هدف. وجاءت المباراة طبعا بعد ذاك قبل الأخيرة اللي عادت يعني كل الموازين زي ما أنت قلت، قلبت الموازين بالنسبة للهلال والمريخاب بعد ال8 انتصارات دي كان. أيوة. ولعبت مباراة ثالثة اللي هي كانت مباراة الأهلي في الخرطوم، وانتصرنا فيها ولعبنا مع فريق المريخ بعد ذاك. الحقيقة طبعا يعني زي ما قلت لك الأيام يعني كانت جميلة، ونحن كنا صغار وكنا مطلعين، وكان عندنا طموح، وكان عندنا رغبة، وكان عندنا آمال على أساس أن نتطلع
يعني نمشي لقدام. وانا كنت سعيد جدا حقيقه بانضمامي للهلال، وكنت سعيد جدا جدا بانه استقبلتني اسره الهلال استقبال كان حافل جدا جدا، وما زالت، وكثر خيرهم كثير. ايوه بشرى نفس السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، ورمضان كريم لكل الأسرة الرياضية ولكل المسلمين في عامة العالم. وبعدين شكرا للأستاذ حسين خوجري ولقناة الشروق أن أكون يعني في ضيافة شروق بمعية أخوين عزيزين أحترمهم وأقدرهم، ويعني لي معهم علاقات حميمة جدا جدا وزيد، بل ومعجب بأدائهم، وهم كانوا فعلا يعني من عمالقة الكرة السعودية ويمكن أحسن مهاجمين في عصر ماسي زي ما أنت قلت. ويمكن يكونوا هم اللي شجعونا، وهم كانوا الأساس في إنه إحنا نقدم عطاء أو نكون امتداد للعصر الذهبي بتاعهم، لخلقهم ولتميزهم في عطائهم الفني الكروي. وأما المباراة فعلا أنا جيت من اسكندرمان، لكن مشيت بظروف العمل سنة 63 بمدني، سنة واحدة اللي تبع الأدنين مدني، ورجعت للمريخ. يعني أول مباراة سبحان الله كان برضو إلى الخرطوم في استاد درمان. يعني ده أول مباراة لي ضد النيل الخرطوم زي مرتهم يعني. التيم كان منو يا بش؟ في الزمن ذاك يعني التيم فعلا، واحنا ما جينا الا بعد ما رحمه الله عليه حسن والعائله وقف 7 من اعظم لاعبين المريخ، ابراهيم وماجد، يعني من 97 رحمه الله عليه. يعني وقفهم بدون رجعه؟ لا رجعوا، لكن ما كلهم رجعوا مع بعض. فاحنا جينا بعد ذاك كنا اشبال. اللي وقفوا من وقفوا ابو العائله؟ ماجد وابراهيم وسينا والتقر وماو وثاني اثنين يعني ما اثنين ثاني ما ذكروا. طيب خلى منو ابو العائله؟ والله فنحن فعلا يمكن كان مجزره، لكن يمكن كان له ظروفها وكان لكن مصايب قوم عند قوم فوائد. يعني سبحان الله اذا كان ما يعني ابو العائله يمكن يعني وقف الناس دي ودى احنا فرصه. يمكن احنا كنا بنقعد يمكن زي سنه ونص قاعدين انا وبشار والمجموعه دي كلها احتياطي بنتفرج في ديك، وكنا يعني كنا في غايه الاستمتاع والرواء انه بنتفرج في عمالقه بتاع الكوره وفي ناس فنانين. يعني احنا كان ممكن نكون نعتزل ونحن قاعدين في الاحتياط لو ما ديل يعني. وطبعا القصه دي برضه يا بشرى حصلت في الغنى برضه. مره ناس احمد مصطفى الله يرحمه والكاشف والكبار يعني اضربوا فظهر، فقاموا لملموا فنانين جداد، ظهر ابراهيم ادريس والمقرن ورمضان حسن ومحجوب عثمان وصلاح محمد عيسى. ايوه ولحد ما رحلوا من الدنيا دي كانوا يسموا فنانين الاضراب. بس ما اعرف انتوا كنتوا لاعبين لاعبين المجزره. يعني انا داير اكمل التيم منو يعني المباراه ديك كان المباراه يعني كان عبد العزيز طبعا كان بيلعب ده، وكان السيركاوندا، وكان لسه في ناس بيلعبوا يعني حتى عبد الله عباس كان بيلعب في الفتره احنا عبد الله عباس والتقر ورابح رمضان دول اللي هم قبلينا. لكن كان في قدوره كمال بني وبشرى وبشاره وصلاح عباس وجاب الله ويعني كمال عبد الوهاب، يعني مجموعه من اللاعبين المميزين جدا جدا. الهلال كثير جدا يا نصر الدين في الغنى السوداني، كثار جدا يعني. وبعدين ما بعرف حتى لما يجيبوا الكواكب يقوموا بيقولوا الكواكب احتفلوا بالقمر. يعني هي دي ظاهرة دايرة لها تفسير كده، لكن على حال عشان نوثقها بنص ريت اخونا محمود علي الحاج يغني لنا رايعة الأمي جبينك ولا بدري كمال.
منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمان منتهى الآمال يزيد والله وتزيد في ضلال وتايه بين وغار وجلال ونعم يا الرضا والجلال ومين ليل كون سواك هلال منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمان منتهى الآمال أسرني هواك وزادني رحال وحاتك يا العيون كحال زماني الجار أسأل الحال وبيني وبين وصالك حال منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمان منتهى الآمال أجل يا طيب لي غبال يا صاكا خلاني فقد البال وقلبي بالي صيداني بال وعيني حكن الغربال منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمان منتهى الآمال مكمل كل شيء فيك عال وصاير حسنك المتعال وعادك زاد لهيب اشعال عليك شوق تعالى تعمل منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمان منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمال منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمال منتهى الآمال جبينك ولا بدري كمال جبينك ولا بدري كمال منتهى الآمال ومرتهم داير لي تفسير ليه المريخ والهلال رغم انه الاسماء مطلقه كده يمكن ان تسمى في اي محل في العالم، وانتم حي الموردة بكل ثقافاته ورجالات الوطنيه فيه والسياسه والفنون والأدب ليه ظل
يعني هذا الفريق رغم جدارته وتميزه فريق محدود الهوية وليس مرتبطا بكل السودان، مع انه الهلال والمريخ بلغوا وانتم لا تقلون عراقا من ذلك. اشوف في قرايه للقصه دي ولا في تفسير؟ في شوف، عبر التاريخ تجي ناس المورد يقول لك لازم رئيس المورد يكون من المورد، يعني ما في حاجه يسيم زول يجي من برا، لاعب المورد لازم يكون من المورد، الثقافه لازم بتاعتها تكون في الفن الموردابي. انا بجد لهم العذر، لانه في اي لحظه فريق الموردة كان التشكيله بتاعته من اولاد الموردة كانت فريق متميز. نرجع للتشكيله بتاعت ناس ترنا والصافي والدرار وحمد الجزولي وعبد الحميد وحمد مصطفى وحمر غني حمدون، ده كان فريق متميز، كان كله اولاد الموردة. نرجع للفريق بتاع الموردة بتلعب عمر عثمان، ختم، ود الزبير، علي الزحمد، عمر التوم، الكباكه، نور الجليل، عصمت ابو جبل، بكر عثمان، كله من اولاد الموردة. لكن لا. لما كانت المورد بتشكل نص درمان، معلش، لكن ليه ما تطورت الفكره؟ انا ما اتطور، لانه قلت لك العوامل دي خلت الناس تؤمن بانه اللاعب الموجود في الموردة هو اللي بيطور. نجي لما 88 التيم بتاعنا عصام عباس وبيريش وحسن حامد ومغربي كله من اولاد الموردة. انا بجد لهم العذر على اي حال، انا بجد لهم العذر، لانه في اي لحظه التيم كان متفوق، كان تيم كويس، كان اولاده من الموردة، لكن ده ما معناه ننغلق، حقنا نفتح وكل حاجه، لكن انا بجد لهم العذر. يعني ممكن نقول انه اولاد الموردة هم اللي ادونا الموردة بتلعب، اولاد الموردة هم اللي ادونا الموردة بتلعب، لكن ما ادونا الموردة بتغلب. لا بتغلب، بتلعب وبتغلب كانت. تفسيرك يا جكسل والله الظاهر؟ شوف يا استاذ حسين، انا افتكر بانه كلام عمر دي لانه طبعا عاش في الموردة وكل جغرافياتها واستراتيجياتها واهدافها طبعا كلها كان مصب في الموردة. كلام عاشق. عايز اقول حاجه، اول حاجه فريق الموردة طبعا زي ما انت عارف تكوينه كان قبل الهلال المريخ، واقع. ده اول حاجه. بعدين الحاجه الثانيه، يعني انا لعبت في الموردة من منطقه العباسيه، يعني كان ممكن يكون في انفتاح شويه. دي قصه ثانيه هحكيها فيما بعد، ليه انا لعبت في الموردة وكيف والسبب شنو. لكن احنا بالنسبه حتى نتكلم عن الهلال حصل انفتاح كبير جدا، يعني حتى يعني من لما تمسكها يعني من قبل الاستعمار وبعد الاستعمار، وهم من كان من اسباب ازاله الاستعمار اللي هو شنو نادي الهلال، بالمزيكا، بالكشافه، باختلاطه بين الناس وبين البنيه بتاعته كلها كانت شنو؟ كانت يعني قايمه على الهلال. يعني حتى الاستعمار حتى لما كان موجود في الوقت ذاك كان الهلال له وضع كبير جدا جدا في عمليات شنو؟ يعني انا بس كنت داير اشوف انه ليه انتم اكتسبتوا هذا لا غير الانفتاح، اكتسبتوا هذه القوميه الهلال والمريخ ولم تكتسبها الموردة، لانه مع انه اسم الموردة وتاريخها ورجالها قريب لقلوب الناس. ما قال لك والله عندي مقاطعه، والله انا عندي مقاطعه. في فتره من الفترات ناس الهلال دي ناس الصديق كانوا بيفتكروا انه الهلال ده ما يكونوا الا اولاد درمان، مش حتى الخرطوم، الا اولاد درمان، وده صحيح، كان بينادوا بيدي. لكن انتوا كنتوا بتقولوا الا اولاد الموردة. لا كنا بنقول الا اولاد الموردة. ما قلت لك شفت يا حسين اسي زي ما قال لك عمر، هو زي ما قال لك في فتره من الفترات صدق منزول الله يرحمه، ايوه كان بيفتكر بانه الهلال حتى اللاعبين بتاعينه ما يفوتوا كوبري، يعني يكونوا بلا شنو اولاد درمان، يعني في انغلاق. لكن قلت لك لانه الانفتاح اللي حصل في اللحظه، يعني في لحظه من اللحظات الهلال انفتح انفتاح شنو شمولي. ما اقدر اقول لك الكلمه اللي قلتها لك اقدر اقول لك الصفوه وما صفوه والكلمات دي ابتدت تنتشر يعني في الاطار الواسع. لكن افتكر بانه الهلال يعني بامجاده والهلال بالحركه بتاعته وتداخله في انه كان في سبب ازاله الاستعمار موجود، وبالكشافه وبالحركات دي افتكر بانه جذبت الناس. بعدين في حاجه ده اقول لك بانه لما جونا، يعني انا على حسب ما بيحكوا لي، طبعا انا ما كنت حاضر، لكن حتى بيحكي لي صدق منزول ذاته، لما ابتدوا يجوا اولاد الخرطوم يلعبوا في الهلال زي الدكتور نصر الدين، يعني اتمنى له الصحه والعافيه والتوفيق، ولما جو ناس فيصل السيد يستقبلون ما بحراره دي. بعدين حصل انفتاح، يعني حتى لاعبين الهلال ذاته اللي كانوا موجودين ابتدوا يسافروا، يعني مشوا مصر، لعبوا طبعا في الفريق بتاع الريال المصري وكده، انفتحوا كانوا انفتاح، ومشوا السعوديه ولعبوا في السعوديه، قدموا طبعا الكوره في السعوديه، حصل انفتاح العام بالنسبه للهلال. بعدين طبعا العرض الجنوب
طبعا المنافسه بيناتهم من زمان، طبعا دي قديمه يا حسين، عزلها طبعا يعني صفحات كثير عشان نتكلم فيها، النشأة والتأسيس والأخير والأشياء دي كلها. بقوا صنوان اثنين، المريخ والهلال بقوا متكافئين. الكفه بتاعت الهلال بقت لما تكون بيجاي يجوا المريخات يوزنوها بيجاي، لحد ما انتشرت المسألة كلها من العاصمة المثلثة امتدت لشنو؟ لكل عموم السودان، لحد يوم الليلة زي ما انت عارف ابتدت النهضة الرياضية بتاعت الهلال والمريخ انتشرت. الموردة حصل لها انفتاح موجودة. فعلا موجود، يعني في موردة العلفون، موردة الأبيض، موردة في حصل انفتاح، لكن في اطار موردة شنو؟ النار، في موردة اطار القضارف. ضيق، في اطار ضيق. بعد ذلك الحاجة كمان المؤسفة بعد انتهت النغمة بتاعت الموردة بتلعب زي ما كانت الموردة بتلعب حقيقة، يعني الناس دائما مع الفريق الغالب، دائما الفريق الغالب يا يكون هلال يا يكون شنو؟ يا يكون مريخ. بعدين بالتالي بقى حصل شنو؟ الانفتاح والتوسع في التشجيع بالنسبه شنو لكونات الهلال والمريخ. انا يا بشرى يعني المسألة دي ما قتلت بحثا، لكن في سؤال مهم في تاريخ الكرة السودانية. أنا كنت داير أشوف شنو سر الهزايم الثمانية في تاريخ المريخ ضد الهلال. لا ما قصدك انت عشان نتوسل بالقصة دي. بعدين كنت داير أسألك عن لاعب، يعني دائما لما يتكلموا الهلالاب والمريخاب بيتكلموا جكسة في الهلال وماجد في المريخ. حقيقة كنت دايرك تكلمني عن صدى الانتصارات دي، واحد وليه حصلت من رأي مريخي، ومن هو عبد الماجد عثمان ماجد. يعني قبال ما جاوب لنا على السؤال ده أنا بخلي لأنه الترقب بتاعه بخلي الغنى أعزب يعني. فيا ريت نجم الدين غني لنا ودباقير يعني. الله. ليالي الأنسي لزاز بالحيل بتوع الساحة طفات يا رحيل. ليالي الأنسي لزاز بالحيل بتوع الساحة طفات يا رحيل. يا ود باقر ما قلت خبير وين السلامة درب البير. يا ود باقر ما قلت خبير وين السلامة درب البير. يا شيخنا كمان الشفق الطير هذاك الوادي درب مدير. ليالي الأنسي لزاز بالحيل يم ضمير زعلك شدة ختمت ذلك بلد العمدة. يم ضمير زعلك شدة ختمت ذلك بلد العمدة. صبرا بطول غمدة والنار في قريب خمدت خمدة. ليالي الأنسي لزاز بالحيل بتوع الساحة طفات يا رحيل. ليالي الأنسي لزاز بالحيل. يم ضمير زعلك شايل وين الضيفان واللي تنايل. ضمير زعلك شايل وين الضيفان واللي تنايل. وين الضيفات وين بتنايل والدنيا نعيم عرضا زايل. ليالي الأنسي لزاز بالحيل بتوع الساحة طفات يا رحيل. ليالي الأنسي لزاز بالحيل. يم ضمير زعلك شقة ختمت ذلك برد العمدة. يم ضمير زعلك شقة
والصبر ابو جفو الغمده الناس في قريب حمدت خمده ليالي الانسي وزاز بالحيل وعلى الساحه غاديه رحيله ليالي الانسي وزاز بالحيل وتتعرجن في البيشان زي القايد حامل النيشان وتتعرجن في البيشان زي القايد حامل النيشان والصبر وجريت علشان زعلوا نفلين قام وضعت شان ليالي لوسي وزاز بالحيل وعلى الساحه غاديه رحيله ليالي الانسي وزاز بالحيل اللهج عسيل في القرى والريف ما لقيت مثيل ليالي الانسي وزاز بالحيل اللهج عسيل في القرى والريف ما لقيت مثيل ليالي الانسي وزاز بالحيل بيت ملك على جيل ومدير والعنبر فاح في الوادي بسير ليالي الانسي وزاز بالحيل وعلى الساحه غاديه رحيله ليالي الانسي وزاز بالحيل يحين قلبي ذا الكامبولات حنين الوالدة على الأولاد ليالي الانسي وزاز بالحيل يحين قلبي ذا الكامبولات حنين الوالدة على الأولاد ليالي الانسي وزاز بالحيل حنين النوب وكرتيلات للنفس مسك وعرق وجلمات ليالي الأنسي وزاز بالحيل وعلى الساحه غاديه رحيله ليالي الانسي وزاز بالحيل العفرة شال تبع الأمطار ديل أخلصي نحسب محال ليالي الانسي وزاز بالحيل العفرة شال تبع الأمطار ديل أخلصي نحسب محال ليالي الانسي وزاز بالحيل تعاشي ومهبة مع الأسحار ونومي بصيص ودموعي نحار 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 تعاشي ومهبة. السؤال قائم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإجابة على الهزائم الثمانية الهزائم عبد الماجد الثمانية، عثمان. أنا برضه أتكلم عن القومية بتاعت هلال مريق بالنسبة للمورد. طبعا المورد ده هو زي ما قال الأخ عمر التوم لاعب العظيم إنه هو كانت من غرقة إنه بس حي المورد هو لاعبين من حي المورد، يعني بس جمهور بتاع حي واحد، بخلاف باقي محاي وأم درمان العرضة والمسالمة والنباي والمهدي وبروك وبيت المال، كل أحياء دي كانت فيها لاعبين من كل الأحياء دي. يعني الجماهير بتاعت كل الأحياء منقسمة على الهلال بالريق، عشان كده كانت جماهيرهم أو أكثر من جماهيرهم هي من حي واحد، عشان كده اكتسبوا القومية بتاعت إنه هم يعني ممكن حتى جماهيرهم ناس عمر ديل ما لقوا الوصفة. لا لكن انا يعني الحين صار شوي لا كان عندنا جماهير غير لكن المورد. ما الجماهير بتاع حي واحد يا عمر. لا غير لكن المورد كان عندنا في جماهير. احياء يعني كل احياء ام درمان، كان حتى فيها. لو في احياء كان ثانيه فيها. بتكون على عندكم حال أنا قليل. بحب الأغليات ما في مشكلة. حتى لو في يعني في الاحياء الثانيه فيها يكون بالكسره بتاعت انه ما بالكسر لكن ده كان صحيح موجودين. صحيح لا موجود. وبعدين يا سيف احد يقول لك طيب أنا بتدخل. الإجابة بتاعت إنه ليه الهلال المريخ غلبه. هو بالحقيقه يعني
الفتره دي انه فعلا فريق المريخ كان متميز. انا فعلا ما حضرت الثمانيه غاليه، لكن سمعت بها انه يعني كنتوا لاعبين مهره، يعني ابراهوما وماجد كان لاعب سريع، يعني خير انه ماجد سريع، في ابراهوما واحمد عبد الله وماو ماو ولا محمد عبد الله عباس والتقر وبتاع دي كلهم، يعني كان عندهم فنيات كويسه جدا، او كان عندهم مستوى او جماعيه فريده من نوعها، عشان كده قدروا يعني يكسبوا الهلال 8 مرات، يعني بالمستوى بتاع التجانس ده، بالمستوى بتاع المهارات العاليه اللي هو فكر انه الهلال يعني كان زي ما قلت لك ماجد سريع، لكن لاعبين الهلال او بالذات دفاع الهلال ابتدى يعني في العد التنازل. انا عايزك تكلمني عن ماجد. ماجد والله من جمال عبره طبعا زي ما قلت لك انا ما لعبت معاه مباراه فتره بسيطه، يعني لعبت معاه فتره بسيطه اكيد فرجت اتفرجت فيه اكيد. لكن من الحاجات المهمه انه كيف نحن كنا بنتكلم عن كره درمانيه، المورده في المورده، والمريخ والهلال من احياء درمان. نعم. وصدق منزول ما داير زول يقطع الكوبري. كيف انتم مشيتوا يعني كيف المريخ مشى عطبره؟ مشى بزياره عطبره وشاف ماجد في مساواه مع الشهاده عطبره ولا في فريق عطبره. جاء فعلا اقتنعوا به واداؤه، جاء في المريخ يعني يمكن حتى لعب مباراتين ثلاثه او ثمانين ثلاثه، فعلا انسجم بعد مع المجموعه، وحسن حظه انه فعلا لقى مجموعه ممتازه من صانعي اللعب، ناس الروهوما وناس مامابو وتاوناي، فيعني خلق لنفسه مكانه وخلق لعطبره مكانه. استاذنا صديق عباس يكسى، ايضا حدثت مجزره في الهلال. والله يا استاذ حسين، شوف يعني الكلام التحليل بالنسبه للثمانيه اللي قالوا كابتن بشرى، افتكر بايده الى حد كبير جدا جدا، باعتبار انه يعني المجزره حصلت بعد انتصار الهلال، وانه وقف الهزائم بتاعت المريخ. المجزره حصلت بالعائله هنا شبيهه لها حصلت بجاي، يعني في شنو في الثمانيات دي ذاتها. لانه هو ذا سي بشرى قال بانه في بعض من اللاعبين يعني خلاص استنفذوا اغراضهم وبقى في نهايه عمرهم ولا يستطيعوا ان يقدموا كما كانوا يقدموا في السابق، ودي حقيقه. يعني افتكر بانه كل انسان كلنا نعم. يعني الواحد لما يبدا ما زي اللي انتهى. صحيح. انت لما تنتهي المستوى بتاعك طبعا بيهبط وبيقل وكده، لكن اخلاص لعب الهلال في الوقت ذاك لهلال ما خلوا حتى وصلوا المرحله ما كانوا عايزين يحتزلوا، واصلوا المشوار الى النهايه. عشان كده حصلت الهزائم اللي قالها بشرى. وانا فكر العامل المساعد ذاته وجود اخونا اللاعب الكبير يعني بتاع مدني ابراهوما سيد الليسن. انا افتكر هو ذاته يعني لما جاء من مدني، ودي كانت حاله نادره جدا، يعني نظم الوسط بتاع المريخ وقدم له يعني اسلوب الكبير اسلوب فريد، اسلوب جميل في التاكتكس بتاع، في التكتيك، في الفنيات، في اللعب، في كان ممتاز جدا. يعني كان ساعد ومساعده كمان يعني اكثر فعاليه اللي هو كابتن ماجد لما جاء، لانه لما جاء بشبابه وبقوته وبحماسه، يعني كان اي باص يعني بيطلع من ابراهوما لماجد عملوا 80% جول. وبعدين حتى ماجد حتى لما جاء واجه يعني قلت لك دفاع، يعني مش لانه ما كان بيعرف، لكن وصل لمرحله من العمر لا يستطيع ان يواصل مع عشان كده في النهايه لما جو طبعا حصلت مشكله بسيطه، انه بعض اللاعبين بتاع الهلال اللي هو اللي لما جانا يعني جانا رئيس جديد محجوب طه الله يرحمه، يعني كان جانا جديد في النادي، واللاعبين كان حصل نوع من التمرد بسيط جدا في بعض اللاعبين، ابي يواصلوا وكذا لاعبين معينين قام هددوا قال لهم ان ما بيجي يلعب انا بشطب من الهلال. طبعا لاعب الهلال بتاريخهم الكبير ذاك الحكايه دي استفزتهم. في واحدين قعدوا في البيت منهم صدق منزول، وبالذات صدق منزول اللي هو كان بيلعب، انا حتى لما جيت لقيت صدق منزول بيلعب واشتركت معاه في تمارين وكده، يعني كان حصلت له نوع من الصدمه. يعني صديق ومنه ما بدي اقول الباقيين، لكن صديق يعني في حصلت لهم ما في داعي اقوله، لا يعني منو الخلاص قرروا انه بعد ذاك اما بقرار من النادي او بقرار من انفسهم يعني في صدق منزول، بعدين في عثمان الديم يعني احسن اللاعبين اللي كانوا موجودين في الهلال، بعدين كان في مصطفى جلال وكان في فؤاد وكان في الهادي الصيام، يعني مجموعه من الناس اللي عملوا الهلال هزتنا المساله دي وكده. لكن من الناس اللي اساسا صمدوا وجوه طبعا من زكي بن امين زكي طبعا طلع ممتاز ما في 2-3، وكان من الناس اللي ساعدونا نحن برضه في هزيمه المريخ تواصل الاجيال، يعني تواصل الاجيال. بالتالي بقى انه نحن حتى لما جينا نحن
جينا مجموعه جديده، يعني جيت انا وجاء حبشي الله يرحمه، وجاء ديما الصغير، وجاء صديق محمد احمد، وجاء يونس الله جابه، وجاء عيسى ذهب، وبالامتداد الحلقه الوسطيه اللي كان في حسن عطيه ودريسه الله يرحمهم، وجاء واصل معنا متوكل احمد البشير، واصل معنا ود الاشول، يعني عملنا، وجاء كان معنا اخونا وهاج من بورسودان، يعني عملنا نسيج جديد بالنسبه للهلال. عشان كده لما جينا البدايه بتاعت الانتصارات بتاعت 63 على المريخ وايقاف الهزائم بتاعت المريخ ضد الهلال ادتنا ان احنا طبعا حافز كبير ودفعه كبيره جدا، وخاصه لما اخذنا بطوله الدوري، لانه بعدها طوال اخذنا الكاس، بقينا اخذنا كاس الدوري واخذنا كاس السودان مع بعض، وبعد ذلك انطلقنا لحد ما حصلت الانتفاضه الكبيره في الهلال. دائما يعني في بعض الاغنيات بتعزي الناس، كبار اللاعبين في اخر ايامهم وكده بيكونوا بيحبوا يسمعوا بقيت ما زي زمان.